سنة هتبقى بالصورة. معاكم محمد قطالة، والنهارده إن شاء الله عندنا حلقة جديدة بنتكلم فيها عن موضوعات كتيرة جدا أهمها انتقال مع شغل الأهلي، وموضوع يعني مفاوضات النادي الأهلي مع زيزو وكثير من الموضوعات الهامة وصفقات الزمالك الأخيرة ونخلص معاه البطولة العربية اللي ساعد بيها بدون نادي الزمالك الأخيرة. خطوات كتير جدا الزمالك والأهلي هنتكلم عنها إن شاء الله النهارده مع حضراتكم، وعندنا خطوات كتير جدا يتمقوا النادي الأهلي والزمالك. طبعا قبل اي حاجه لو عندك حضرتك مش طبعا سبسكرايب للقناه وتواصل مع فيلم محمد في الوقت. اول حاجه كده نبدا مع حضرتك عاشور والصفقه يعني زي ما حضرتك اتكلمنا عنها في الحلقتين اللي قبل اللي فاتوا، واتكلمنا عنها اللي كان مخلص معاه وكان ماضي من فتره كبيره جدا، وده اللي كان عامل الموضوع عباره عن كوبري مش اكتر ولا اقل. ولكن التعليق على الصفقه فنيا هتفيد النادي الاهلي بشكل كبير، هتدعم نص الملعب، هتقل النادي الاهلي، وبالاضافه انها ضربه قويه ويعني شطاره من النادي الاهلي الإدارة على نادي الزمالك. كل ده بسبب بيردوا القلم بتاع عبد الله السعيد، اللي أوله كان كهربا وسمير كان إمام، وهل التالت هيبقى فتوح وزيزو ولا لا؟ هنشوف، هنتكلم مع حضراتكم. ده تعليق أول حاجة بس عن الصفقة كبيرة جدا تهم النادي الأهلي، وطبعا مخيبة لأمان نادي الزمالك وكل ما يتعلق بنادي الزمالك. طبعا حاجة مش أفضل ما يكون بالنسبة لسلوك إدارة نادي الزمالك وقوتها وهيمنتها في ملكات الصفقات، هتبقى الصعقة أو الصفحة الثانية للنادي الأهلي على الزمالك بعد الأمر. هل الزمالك هيرد؟ هنتكلم معاكم عن الاقوال اللي جبناها النهارده. في رد قوي من الزمالك ولكن مش هنحكي عنه عشان الصفقه مربوطه، ولكن في رد قوي جدا ممكن ينزل ناس كتير جدا الفتره الجايه. ده بالنسبه لتعليقنا عن صفقه امام عاشور والموضوع. نخش بقى على الزمالك واخباره، ان في كلام كتير جدا بيتعلق بالعرض اليوناني، والناس بتتكلم بقى ان الكابتن عبد القيعي وامين توفيق لهم علاقه بالموضوع، وانه كوبري تاني وكوبري تالت، فالزمالك المفروض ياخد الدرس. انت شفت امام عاشور اللي عمله، قعد يعيط وكان يومين وعايز اطلع وماليش فيه، وفي الاخر طلع كوبري في الاخر وانت ما كنتش تعرف الموضوع ماشي ازاي. ده اول شق. الشق الثاني يعني فتوح عنده عرض او غيره عرض، الزمالك هيقفل الموضوع. فالزمالك اتكلم معاه عشان يجددوا بقى وعشان ينهوا الموضوع، هيتكلموا مع فتوح او مع شرطين، هتكون الفئه الاولى واخد مستحقات القديمه ان انا ما خدتهاش من فتره، وراجل حق الاهلي حاطط عينه عليه هو وزيزو بشكل يعني كانت المفروض خطأ يوصل باي طريقه، فانت محافظ عليه ومعاك علامه قويه. وبالتالي الزمالك فتوح عنده عرض من اليونان، يعني ممكن يكون صعقة نقدر نقول قبل ممكن بشكل كبير، اتوقع اي حاجه حلوه. فالزمالك دي لما عرف الموضوع خلاص ده رفض العرض وهيجدد معاه. بالنسبه لحوار مفاوضات زيزو مع النادي الاهلي، فالاهلي اتكلم معاه عن طريق وكلاء، اللعيب رافض بشكل كبير جدا، متمسك بالزمالك، هو مش مرافق عقود الاحتراف، برضه النادي الاهلي بيحاول يجيب عقود بحيث يكون الزمالك برضه مأمن موقفه مع زيزو وعامل عقد ومجدد معاه. فزيزو قال لهم انا هقعد في شهر، في حاله تدعيم الفريق وصفقات قويه الفتره الجايه هكمل، مفيش انا ممكن امشي. وحقه بصراحه الراجل مش هيضيع يعني قيمته ومجهوده اللي بيعمله يروح على الفاضي مع فريق محتاج الكواليتي بتاعه قليل. ده الشق الاول بالنسبه لزيزو وموضوع مين فتوح. طب مصطفى حاجه يعني لما اتكلمنا واحنا قلنا محطوط هنا في القناه وقلنا ان ده رايح طلائع الجيش ودخل فعلا كان رايح في الموضوع، لكن بيراميدز اتكلم مع طلائع الجيش واتكلم مع نعم فوروش الخروجي وخلص الموضوع يعني بشكل نهائي، ويقرر الراجل موضوع البيراميدز ومصطفى فعلا كان جايب عروض من الاهلي وكان في اكتر من عرض عليه ولكن رفض، وكان متضايق جدا كمان من موضوع ضغط اهل القمه، والراجل كان يعني انا الموضوع بشكل كبير وقال انا عايز الزمالك وانا كمان الزمالك ومش هقدر اجدد او اتفاوض مع الاهلي، وفعلا بيجدد بشكل على طول نشاطا مع بيراميدز. ده بالنسبه لاول شق. الشق الثاني طبعا بالنسبه لايقاف القيد الزمالك بعد انتهاء الزمالك جمع الفلوس وخلص موضوع بورتنز شيكابالا ودفعوا جمعوا الفلوس، جاله برضه يعني شعار اخر ب 180,000 يورو نتيجه صفقه اكشن بونج، برضه لو الزمالك مهاجم معهمش في القيد. عشان بصراحه الزمالك عمال يخش في صفقات كل ما يخلص حاجه ويخش في حاجه في المشاكل، لازم مطالب انه خلاص يفقد اكشن بونج بشكل كبير جدا عشان القيد ما يتوقفش، عشان الزمالك هيعمل الفتره الجايه الموضوع صعب جدا في الزمالك لابعد الحدود. لكن اكشن بونج للاسف لازم الزمالك مطالب ولازم يتم وقف القيد. نخش بقى على حاجه ثانيه ان خلاص البرون بتاع نادي البطوله العربيه نزل والزمالك موجود فيه خلاص وهيبقى 27، واتمنى ان شاء الله التوفيق للزمالك باذن الله في البطوله العربيه واتمنى كل التوفيق. ده بالنسبه لكل ما يتعلق بالزمالك واخباره وكل ما يتعلق بالفتره الجايه. طبعا احنا مش هنتكلم عن منصور واللي بيحصل في الزمالك، اللي بيحصل حاليا بيحكي على الجماهير، وموضوع انا مش هتكلم عنه، اتمنى ان اتكلم عن اللي بيحصل وقطع النور. ده الزمالك يعني مخطوف من اولاده ومن رموزه الاقوياء الشرفاء ان هم ليهم قيمه في المجتمع الرياضي. ده اكتر ما هقول.
هنخش بقى على الشق الاخير واللاعبين طبعا من العرم: ايمن منصور ويوسف كوبان ومحمود على الجروب وحمدي علاء ومحمود علاء وواد اوباما. اضافات كويسه هتدعم الفريق طبعا، هتضيف قيمه للفريق وهتقوي الفريق بشكل كبير. يعني بالاضافه برضه محمود حماده خلاص مع الزمالك بشكل رسمي، توقف بس الصفقه، ويجي اكا برضه مع الموضوع مع الاسماعيلي، الزمالك في الوش الاخيره، فيعني بعض صفقات كويسه مع نادي الزمالك. هنخش بقى على النادي الاهلي ونتكلم عنه بقى عن مواضيع النادي الاهلي كتير جدا، هنتكلم عنها اولها مفاوضات الاهلي مع بن شرقي واخد وقت كبير جدا، وفتوح وزيزو، وموضوع الاستاد بتاع النادي الاهلي هنتكلم عنه برضه، بالاضافه الى عرض الاتحاد جده اهلي جده للشناوي بقيمه 8 مليون جنيه بدون 8 مليون دولار عفوا. فالموضوع فيه كلمه عاليه. اول حاجه بنتكلم طبعا عن فتوح وزيزو، ان الكابتن محمود الخطيب بشكل شخصي مصر على ان زيزو يجي النادي الاهلي بشكل كبير جدا، حتى لو الصفقه وصلت قيمتها لموسم 31 مليون جنيه زيزو صافي جانب الاعلانات. الكابتن محمود الخطيب عنده اصرار ان هو يتم الصفقه بشكل كبير جدا. بالاضافه الى بقى موضوع فتوح ان هم برضه بيحاولوا يعملوا عقود من بره، يتفقوا مع نادي يبقى كوبري، وهكذا الاهلي بيحاول عايز فتوح اي طريقه شغال بشكل كبير. بالنسبه لموضوع بن شرقي في النادي الاهلي، قال لي بن شرقي انت لو عندك النيه انك تيجي عندنا وتخلص الموضوع تعالى مصر القاهره ونتكلم معاك لو عندك النيه، انما احنا مش هنبعت لبعض كده او عباره عن الكلام. الاهلي داخل جد جدا، وبن شرقي حضرتك عارفين ان مختصر في الموضوع اتكلم معاه وخلص الموضوع مع الجزيره. لا الموضوع ده في الجد قالت لا انت برجع مصر. هنشوف فعلا هو هيجي النادي الاهلي ولا لا، ولكن النادي الاهلي شاطر، لو عايز تيجي الاهلي تعالى القاهره وخلص معانا المفاوضات عشان اقول لك الموضوع يعني اخره ايه من الاخر. بالنسبه لموضوع بن شرقي النهايه بتاعته. بالنسبه للمشروع اللي بيستلم الاهلي مشي خطوات كتيره جدا وجد في موضوع الاستاد وقرب يعني خلاص هيجيب العمل في الفتره الجايه، وهيجيب ضغط ضخم من بعض المستثمرين. الاهلي هياخد خطوات ثابته في النادي الاجتماعي على الصفقات، النادي الاجتماعي كود النادي الاهلي دور كبير جدا مع كولر هتجددوا عقده لغايه 26. الاهلي ماشي بخطوات ثابته كبيره جدا. نخش بقى على موضوع الشناوي ان هو قال لهم انا جاي لي عرض بقيمه 8 مليون دولار من اتحاد جده، والنادي الاهلي هيدرس الموضوع مع الشناوي، وممكن بشكل كبير النادي الاهلي شايف عرض مناسب جدا. ممكن الشناوي ما يكملش الفتره الجايه، فالنادي الاهلي بيبحث عن حاطط عينه برضه على محمد صبحي في الزمالك، نقول المستوى قليل ولكن النادي الاهلي حاطط عينه عليه من فتره كبيره، وممكن يكون هو وفتوح الفتره الجايه والزمالك منافس عليه. برضه النادي الاهلي خلص مع محمد رضا بوجو بشكل كبير، ويعني خلص مع اللعيبه، ولكن تتبقى الموضوع كله مع كوتش هيشوف هياخد كام مقابل مادي واللعيبه اللي هتمشي والهتقعد وكل ما يتعلق بهذا الامور. وبالنسبه برضه في حته عندنا عايزين بقى نتكلم عنها مع النادي الاهلي كده، ان كولر كان متضايق بسبب التعادل اللي حصل، وابلغ اللاعبين انهم مستاء جدا وعمل تدريبهم العصر، خد تدريب العصر ده كان يعني كعقوبه منهم، فمستاء جدا من التعادل وابلغ يعني سوء شديد جدا من التعادل. فدايما اتعرض النادي الاهلي واخباره، وقلت لك كان فاضل فتوح وسط الجبال فين، النادي الاهلي يمشي بنفس سير امام عاشور، زيزو بيفاوضوا معاه طريق وكلاء بشكل مباشر، وبن شرقي زي ما اتحط الموضوع مش ازاي. برضه محمد صبحي قال لبعض الوكلاء يعني بعض المقررين منه ان هو يتمنى العوده للنادي الاهلي مره ثانيه وان يقدم اعتذار، والكلام بيتطرق من هذا اكثر. ده متعلق بيه نادي الزمالك والنادي الاهلي، متعلق بالصفقات المالكيه، واللي متعلق بالصحه الرياضيه بجيب لك الخلاصه. ان شاء الله اي اخبار جديده او اي يعني استحداثيات اول باول هنزلها لحضراتكم على الجروب. برضه اخبار علامات تهمك برضه ان ميسي جاب جول مع ميامي وتالق معاهم، ابتدى يجيب اول اجوانه امبارح. ساديو ماني تعاقد مع النصر، يعني صفقه فيرمينيو مع اهلي جده اهلي جده عفوا. فاخبار برضه مهمه جدا، ويعني الكره السعوديه بترتقي بشكل كبير جدا في وقت قصير. كده احنا خلاص هنقول الاخبار كلها كمان بشكل كبير جدا. لو عودت الحلقه طبعا مش هتعمل سبسكرايب للقناه وتعرف تطلع عندك طبعا محمد كلام الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكل دي الفتره الجايه قوي جدا. سلام.